سجلت مساء الجمعة غرامة جديدة للراجلين في الدار البيضاء بعد تسجيل أول مخالفة الخميس، حيث تم استخلاص غرامة قدرها 25 درهما من أحد الراجلين بشوارع القنيطرة. الغرامة أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها بعض المواطنين أمرا مبالغا فيه، بينما رأى آخرون أنها بمثابة حل لمعضل عبور الشوارع في المغرب، حيث تداول نشطاء فيسبوك صورة لمحضر للشرطة في الدار البيضاء يتضمن مخالفة عبور شارع من مكان غير مخصص للرجلين بغرامة 25 درهما، وقالوا إنها أول مخالفة من هذا النوع تسجل اليوم بالدار البيضاء بعد تفعيلها أمس الخميس. وكانت ولاية أمين القنيطرة سبق إلى الإعلان عن تطبيق هذا القانون الخميس، بشر عناصر شرطة المرور في تطبيق مخالفات تخص عدم احترام ممر الراجلين، وسجلت لأول مرة مخالفات من هذا النوع حين تم استخلاص يوم الخميس 13 ديسمبر كانون الأول الجاري غرامة قدرها 25 درهما من أحد الراجلين بشوارع المدينة، وهي أول مخالفة حررتها مصلحة المرور بولاية أمين القنيطرة بعد تفعيل أداء هذه الغرامة. وقد تفاجأ عدد من المواطنين بتوقيفهم من طرف شرطة السير والجولان ومطالبتهم بأداء غرامة مالية لأنهم لم يحترموا العبور في الممرات الخاصة بالراجلين أثناء اجتياز شارع، في حين عبر العديد من المواطنين والناشطين على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم وغضبهم من تطبيق القانون دون رسم ممرات خاصة بالراجلين في جميع الشوارع، وفي ظل احتلال الأرصفة من طرف أصحاب المقاهي والباعة المتجولين، مما يفرض على الراجلين استخدام الطرقات بشكل عشوائي.